كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. يعني ايه يا اخي المعالج تقول لواحده بيطلع لها كدمات زرقاء او حمراء في رجلها او دراعاتها انها ده من علامات المس العاشق؟ ايه دليلك على كده؟ انتم عارفين البقع الزرقاء والحمراء اللي بتطلع في الرجل او الدراعات دي من علامات ايه؟ قبل ما اقولك دي من علامات ايه، دي بتطلع للستات بس. وانا عاوز اسالك يا اخي المعالج، اشمعنى العلامات دي بتطلع للستات وما بتطلعش للرجاله؟ مش الرجاله برضو بيجي لهم مس عاشق؟ انا عارف ان ما عندكش اجابه، وانا عارف انك عاوز تساعد الناس، ولكن انت مش بتساعدهم، انت بتضللهم وبتضيعهم، بتخلي السحرة يتمكنوا منهم، فهيروحوا لغيرك، وبعد غيرك هيروحوا لواحد تاني لغايه ما يوصلوا لساحر او دجال، وانت السبب عشان شخصت غلط. تعال انا اقولك دي من علامات ايه. واحد، دي من علامات ان الست نايمه زعلانه او بتعيط او مكتئبه. 2، دي من علامات نقص بعض الفيتامينات في الجسم زي البي 12 زي فيتامين سي او كي، ده غير الاسباب الطبيه التانية. اما بتطلع للستات ليه؟ لان هرموناتهم غير هرموناتنا احنا. وحابب ادي الناس علامه من علامات الجن العاشق، انك كل ما تيجي تنام تحتلم، كل ما تيجي تنام تحتلم، كل ما تيجي تنام تحتلم، وبس كده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.